اي الم بين السره وبين الفك الايسر، المسافه اللي بين السره وبين الفك الايسر، يعني كل المسافه دي اي الم فيها ممكن يكون القلب، بس ليه مواصفات. يعني اللي يخلينا نشك ان الالم ده، طب انا ممكن ضرسي يوجعني ويوجعني فك تحت. نعرف منين ان الالم ده سببه القلب مش حاجه تانية؟ لان ده سؤال مهم جدا. بالظبط. بما ان المكان بين السره لحد هنا، كل المنطقه دي ممكن تبقى قلب بالدراعات، شامله الدراعات والظهر، يبقى معناها في امراض مثلا زي تقلص المريء، ما هو يعمل لي الم هنا. وده بيحصل مع التوتر ومع الزعل. بالظبط تقلص كده. المريء. بالظبط. طب ايه المواصفات اللي تاخدني ناحيه ان انا اشك ان ده قلب؟ اول حاجه لو حصل مع المجهود، يعني انا جيت اطلع السلم وشايل اكياس، وانا طالع على الدور الثاني او الثالث ابتدى يحصل لي ايه؟ الم في صدري، او الم في معدتي من فوق، او الم في الفك من تحت، او احساس خنقه في رقبتي، والاول ما ارتاح لمده بعد 5 أو 10 دقائق من الراحه الالم يختفي. لا، ده ممكن جدا يبقى حاجه في شرايين القلب. ليه؟ لانه مقترن بمجهود، وراح لما ريحت، وقعد دقايق مش كتيره، ما عادش كتير. فدي من الحاجات اللي يعني ده اللي يخليني اشك ان ده من القلب.